إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الله ورسوله، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه القرية الطيبة المباركة، في قرية ميت العامل، على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستأذن مشايخنا الأفاضل الأجلاء الذين شرفونا في هذا اللقاء أن أقف بين أيديهم خطيبا، وإلا فهم أصحاب هذا الحق وأولى به مني، وأسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، البشرية تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن هدى الله فقدت كل شيء. اسمحوا لي أن أكرر، فهذا موضوعنا. البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك أي من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن هدى الله فقدت كل شيء. فهي محرومة من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الآلات الحربية المروعة. نعيش زمانا يسمى بالعصر النووي، والجريمة فيه تحارب على أحدث الوسائل العلمية والنفسية، ومع ذلك لا نعلم زمانا قد انتشرت فيه الجريمة وسفكت فيه الدماء ومزقت فيه الأشلاء
كزمان الطائرات والصواريخ والدبابات والقنابل البيولوجية والنووية وغيرها. العالم محروم من الأمن ومحروم من الأمان ومحروم من نعمة الرخاء الاقتصادي. وما الأزمة العالمية منا ببعيد، وما أزمة اليونان الآن منا ببعيد، على الرغم من كثرة الأسواق وعلى الرغم من كثرة البنوك التي تطبع كل يوم أوراق النقد. حرمان من نعمة الرخاء، فأكثر الخلق يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، أو كثير من الخلق لأكون دقيقا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويبذل الكثيرون منهم ماء وجوههم من أجل الحصول على لقمة الخبز. والبشرية الآن محرومة من نعمة انشراح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير والسعادة والهناء، فهي تتخبط في الضلال والشقاء والضنك. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الواقع فكلنا يعرفه، لكن ما الخلاص وما سبيل النجاة؟ هذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله. اتباع الهدى سبيل النجاة. فها هو ربنا جل وعلا خالق هذه البشرية كلها يحدد سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، ويبين جل وعلا ثمرات اتباع الهدى والثمرات المرة للإعراض عن الهدى. فيقول جل وعلا في آيات محكمة: هي الفصل الذي ليس بالهزل. قال جل وعلا في أواخر سورة طه بعدما بين